سلام. اليوم ان شاء الله غنتكلم معكم على الرياضه وكيفاش ديروا باش تنضبطوا عليها وتواظبوا عليها وتخليوها جزء من حياتكم اليوميه. ما كاينش الملل وما كاينش انني ما عنديش الوقت، فخليكم معايا اليوم ان شاء الله. اكيد الكل غادي يولي مدمن على الرياضه، اللي عنده امكانيات باش يمشي للصالات واللي ما عندوش الامكانيات ان شاء الله باش نحافظوا على صحتنا العقليه والنفسيه ونحافظوا على الجسم ديالنا مهما تقدمنا في العمر. اذا الرياضة عندها تأثير كبير بزاف على الصحة الجسدية والصحة النفسية. كلنا كنعرفوا أن الرياضة هي ماشي غير هواية، وإنما هي علاج الأعصاب، علاج الأمراض، تقوي العضلات، تقوي المناعة، علاج الأرق، علاج الاكتئاب والضغط، اللي احنا عارفين كلنا أن الآن ولا الضغط هو السبب وراء أكثر المصائب والأمراض اللي كيعانيوا منها الناس. الرياضة كتساعد الجسم باش انه كيفرز هرمونات السعادة، وبالتالي كتحسن المزاج ديال الانسان وكتخليه يزيد التركيز ديالو، كتقلل من الاجهاد ومن الاكتئاب، كتحسن عادات النوم، كتعزز الثقة بالنفس، والكثير جدا جدا من الفوائد للرياضة. الان اللي كيهمنا في هذا الفيديو هو الخطوات العملية اللي غتساعدنا ان شاء الله اننا نضبطوا على الرياضة بدون ملل. أول خطوة هي أنك تقنعي نفسك بالفوائد اللي غادي تجنيها من الرياضة على المستوى البعيد. يعني أنني في أي سن كنت غادي نقنع نفسي بأن الرياضة ماشي مضيعة الوقت، داك شوية الوقت اللي غادي ندوز فيها 20 دقيقة ولا نصف ساعة ولا ساعة، فهذاك الوقت غادي يرجع ليا بفوائد كبيرة 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 بزاف على حياتي النفسية وعلى الإنتاج ديالي وعلى علاقتي الاجتماعية بالناس وبالعمل وبالدراسة وبالمحيط وعلى التركيز ديالي، سواء كنت طالبة ولا كنت موظفة ولا كنت حتى جالسة في البيت، لأن التركيز مهم جدا في كل مناحي الحياة. إذا ملي غنخلق الهدف النفسي فهذه أول خطوة غادي تدفعني بأنني نبدأ الرياضة ديالي. إذا أنا اقتنعت بأن الرياضة مفيدة وغادي تحسن حياتي وغتزيد بيا القدام. فتاني شيء غادي ناخذ واحد المذكره ولا الهاتف المحمول ديالي وغادي نحدد الوقت، غنوضع واحد الجدول ثابت. يعني ما نخليش الرياضه غير كل مره وإلا لقيت ليها شي وقيت، لا، غادي ندير ليها واحد الوقت اللي هو ثابت في الجدول الزمني ديالي على حساب الوقت وإمتى. يعني كنشوف ان عندي شويه الوقت، واش في الصباح واش في وسط النهار، ومن الأحسن دائما أننا نديرو شوية الوقت في الصباح، لأن الصباح وخصوصا الصباح بكري، مثلا واحد ما عنديش الوقت، مثلا كنخدم بكري، في واحد نص ساعة ولا 20 دقيقة نقدر أنني نعسها في الليل قبل ونفيقها الصباح قبل. فمثلا إلا كنت كنمشي للخدمة مع 8 غادي نفيق قبل بواحد نصف ساعة على الوقت المعتاد اللي مولفة أنني كنفيق فيه، وندير فيه شويه تمارين رياضيه. ماشي بداو نديرو في الاول نصف ساعه، في الاول نبداو غير ب10 دقائق باش ما نحسوش بالتعب وبالعيا، غير شويه الوقت ندخلوه في حياتنا. كنا قادرين اننا نمشيو للصالات الرياضيه فغيكون احسن نخرجوا قبل بواحد نصف ساعه ونوصلوا ونديروا شويه التمارين ديالنا ونمشيو للعمل بكامل النشاط والحيويه. ما قدرناش فنديروا غير في الدار، ديروا اي حاجه، تمارين رياضيه، شويه د الرقص، شويه الحركات. ممكن كاع ما ديرش هادشي كامل، ممكن انك تخرج شويه قبل وتمشى غير على رجيلاتك واحد نصف ساعه، واحد 20 دقيقه. ممكن انك الى عندك الدروج هكذا في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق ديالك، فممكن انك تطلع غير في الدروج، تبقى غادي جاي واحد شويه ودير المشي السريع. فهكذا ان شاء الله غير بشويه بشويه حتى كدير الرياضه ديالك. ولكن من الافضل كيف قلت لكم اللي عنده امكانيات انه يضبط راسو، انه يحفز نفسه ويتسجل في صاله رياضيه، غيكون احسن مئات المرات. وكيف قلنا الأحسن في الأول أنك ما توضعش أهداف كبيرة باش ما تملش وتنقطع منذ الأيام الأولى، وإنما بدأ بحاجات اللي هي قليلة، 10 دقائق، من بعدها بواحد الشهر زيد واحد 5 دقائق تولي عندك 15 دقيقة، وهكذا إن شاء الله حتى توصل واحد نصف ساعة. ومن بعد مدة وأنت مواظب على الرياضة فممكن ديك الساعة أنك توصلها لساعة وأكثر.
ودائما دير في بالك انك ما تركزش على تقدم، واش درت عضلات، واش تغيرات فيا شي حاجه، وانما ركز على النتائج اللي غادي تحصل منها من الرياضه. فاي رياضه درتي واي مجهود بدني درتي كن على يقين انك غادي تحصد الثمار ديالها، وغتحصل على النتائج ان عاجلا ام اجلا. ركز على المداومة، أهم شيء هو المداومة والمواظبة حتى تولي إن شاء الله الرياضة جزء من حياتك، بحال الأكل وبحال الشرب. خاص هذا الشيء طبعا واحد المجهود في البداية، كيف قلنا ضروري ما انك غادي في الاول يعني تحس بواحد شويه تعب، تحس بانك يعني متردد واش ديرها ولا ما ديرهاش، ولكن كيف قلنا الا حددتي ليها وقيت وكنتي كتشجع راسك وكتذكر راسك كل مره بفوائد الرياضه، فكن على يقين انك غادي ترسخ هذه العاده في حياتك، وغتولي تمارسها اوتوماتيكمون بدون ما انك تفكر. واكيد غادي تلاحظ ان شاء الله الفرق في حياتك الشخصيه وفي حياتك الاجتماعيه. تقدر ما ديرش الرياضه كل يوم، تقدر ديرها مثلا غير مره في الاسبوع. مره في الاسبوع حدد واحد النهار اللي تمشي فيه مثلا لاصال وتبدا، مهما كنتي مشغول حدد واحد النهار في الاسبوع، حدد واحد نصف ساعه في الاسبوع، ومن بعد غادي يولي هذا النهار يومين، ومن بعد ما تطول غادي يولي 3 ايام ولا 4 ايام. وهذا طبعا هو اللي بغينا نوصلوا ليه ان شاء الله. ما تعللش ودير في بالك انك مشغول، فكل الناس مشغولين، واكثر الناس اللي كيمارسوا الرياضه وكيهتموا بصحتهم وبالمظهر ديالهم وبالشكل ديال جسمهم هم الناس المشغولين، هم الناس ديال الاعمال، هم الناس اللي عندهم شركات وعندهم اشغال وما عندهمش الوقت. فجسمك امانه وانت مسؤول عليها، مهما بلغ الانشغال ديالك واحد نصف ساعه ماشي خساره في صحتك، ماشي خساره في جسمك، ماشي خساره في النعمه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى انك تحافظ عليها. القضية ماشي قضية مشغول ولا ما عنديش الوقت، القضية هي قضية أولويات. كن على يقين لا درتي الرياضة وصحتك النفسية والاجتماعية أو ضمن الأولويات ديالك، فأكيد غادي تلقى ليها وقت. لأننا كنشوفوا بزاف الناس كيعتبروا أن الرياضة هي من باب الرفاهية وهي من باب الكماليات، ولكن لا، فالرياضة هي شيء أساسي عند جميع الناس ومهمة جدا في حياتنا اليومية. فكيف قلنا ان الوقت حنا اللي كنحدوه والوقت حنا اللي كنديروه، راه جميع الناس عندهم ما يدار في النهار ديالهم، غير هي اللي بغاو شي حاجه فكيخلقوا ليها طبعا الوقت ديالها. نبداو غير بشويه غاديين وكنزيدوا في المده، ونبداو كذلك بتمارين قليله غاديين وكنزيدوا، ونبداو بايام قليله يوم في الاسبوع كافي وغاديين وكنزيدوا. كلشي كيجي غير بشويه بشويه، المهم هو الاستمراريه. فقليل مداوم حسن من كثير ومقطوع. الخطوة الثالثة من بعد يعني باش ما يجيكش الملل يعني ترخاي وتعكزي على الرياضة ديالك، استعيني بالتوكيدات اللي تحفزك على الاستمرارية. بحالاش هاد التوكيدات؟ هي انني مثلا ناخذ واحد القولة عجباتني ولا واحد الحكمة، شي حاجة هكذا على الرياضة وعلى الفوائد ديالها، فنكتبها هكذا ونعلقها في شي مكان اللي نشوفه باستمرار، نعلقها في الثلاجة، نعلقها في الحائط ديال غرفة النوم، نعلقها يعني شي حاجة اللي تفكرك بالرياضة الا درتيها اشنو غادي تحقي من بعد، وشنو النتيجه اللي غادي تشوفي في جسمك وفي صحتك النفسيه والاجتماعيه. وهكذا ان شاء الله يعني شي حاجه اللي غادي تحفزنا باستمرار تنبغيو نعكزوا ونتفكروا الرياضه والفوائد ديالها الكثيره، فما نعكزوش نهائيا ونتحفزوا اننا نستمروا فيها. والخطوه الرابعه اللي غادي تحفزكم وتخلي ما تحسوش يعني بالملل، هي انكم تنوعوا في التمارين الرياضيه اللي كديروا. يعني الا كنتي كتمشي للصاله الرياضيه فكل مره دير تمارين، نوع باش حتى العضلات ديال الجسم ديالكم يستافدوا اكثر وما تحسوش بالملل. والا كنتي مثلا غير في الدار كديري الرياضه، فمره يعني غادي ديري رقص، مره غادي ديري تمارين رياضيه، مره غادي ديري القفز على الحبل، كل مره شنو كديري. الا كنتي من الناس اللي كيعكزوا على هذا الشيء كامل وكيبغيو يديروا غير شويه د الرياضه هكذا على برا، فمره تمشاي ماشي سريع، مره تجري، مره يعني طلعي هكذا في الدروج، يعني
كل مره تنوعي على حسب الامكانيات ديالك وعلى حسب الوقت ديالك. المهم هو اننا ما نعكزوش نهائيا وما نبقاوش نفكروا غير في المشاكل وفي الامراض. راه كلشي الناس عندهم مشاكل وكلشي كيعاني من الامراض، اللي ما كيعاني من شويه كيعاني من بزاف. فلهذا نساي المشاغل ديالك والمشاكل ديالك وركزي شويه على التنفس ديالك وعلى صحتك وعلى يعني الحاجه اللي غادي تنفعك سواء الان ولا مستقبلا. واكيد ان شاء الله هادشي كله غتلقايه في الرياضه الا داومتي عليها وتخرجي الضغوطات اللي كتخزن في الجسم ديالك عن طريق الرياضه. هاد الضغوطات اللي كتخليك تفكري غير في الافكار السلبيه وكتجلب لك امراض كثيره. فنتمنى ان شاء الله نكون حفزتكم على الرياضه وشجعتكم ان شاء الله باش تبداو. يلا ما تعجزوش من اليوم ان شاء الله، حاولوا انكم تبداو الرياضه كل واحد على حسب امكانياته، على حساب وقته وعلى حساب صحته. نتمنى ان شاء الله انكم كلكم تبداو وما تبخلوش على صحتكم بواحد شويه الوقت اللي غيرجع لكم بمنفعه كبيره. وتذكروا دائما ان الصحه ديالكم امانه عندكم وانتم مسؤولين عليها. ودامت لكم متعة الرياضة ومتعة الصحة إن شاء الله. دمتم في أمان الله.